اتجوزتم وبقالكم شهور ومفيش حمل ومش عارفة ايه السبب؟ طب نفسك تكوني وعاوزة تحملي؟ انا بقى هقولك، بس الاول ادخلي على اللينك واعملي اللايك. اسمعي بقى مني الكلمتين دول اللي انا جايه اقولهم لك. خدي بالك، بعد الجماع ما تقوميش على طول من السرير، فاهمه؟ ما تقعديش كده تفطي وتنطي، وكمان ما فيش داعي للتشطيف على طول، وما فيش حاجه اسمها العلاقه تكون كم مره في اليوم. لازم تفهمي ان العلاقه الحميمه بتتعمل مرة زي 10. المهم ميعاد التبويض، فهماني؟ وانا قلتلكم قبل كده ان التبويض بيكون اليوم 12 وال13 وال14 من نزول الدورة الشهرية. المهم دورتك تكون منتظمة، والأهم نفسيتك تكون حلوة انت وجوزك. امال ايه؟ امال انا كنت بعرف الواحدة حامل ازاي؟ ما هو من اخر دورة ليها. المهم انك لازم تتابعي مع الدكتور علشان هيساعدك وهيفيدك كتير. يلا يا حبايبي، هستنى رسايلكم اللي بتبعتوها لي على الصفحة، وانا هرد عليكم على طول. وفي الختام يا رب تكونوا بسلام، واستنوني في حلقة جديدة ومفيدة من برنامجكم الداية.